هاي ladies, welcome back to my channel. اليوم معي ضيفة كتير سبيسيال اسمها هدى. she's a YouTuber عندها channel على يوتيوب شو اسمه؟ ميك اب باي هدى. ميك اب باي هدى. هدى تعرفت عليها كان عندها انا ماستر كلاس مع اربن ديكاي بجمال كيكون. كانت هدى هونيك وتعرفت عليها وعرفت انه هي شيز ميك اب ارتست كتير شطوره وعندها تشانل، فقررنا انه نعمل سوا فيديو حتى لو انتم كمان تتعرفوا عليها وتدعموا لها التشانل كمان اكثر. خبرينا شوي عن التشانل تبعك. التشانل انا ميك اب ارتست، اخصائيه بشره، فالتشانل هي كلها ميك اب، اكثر الاوقات هي ميك اب، وبعلم فيها ميك اب وتيبس اند تريكس بالشانل تبعيتي. بتعرفي التيبس اند تريكس كثير مهمين، والشيء الحلو اللي لاحظته اليوم هي عملت لي ميك اب على وجهي، عملت هذا اللوك كثير حلو. لاحظت انه هي كثير بتهتم بالبشره، كيف تبين البشره جلوي بذات الوقت تكون فول كفرج، وبذات الوقت ما تحط كثير برودكتس. يعني هلا بتشوفوا مثلا الفاونديشن حطيته بطريقه كثير ناتشورال، ما كتريت، بس استعملت تيبس اند تريكس هي من عندها كرمال تبين البشره كثير ناتشورال وبذات الوقت كثير بيرفكت، ما يبين شوائب فيها. فاذا حابين تشوفوا كيف عملنا هذا اللوك خلينا معنا تحضروا. اول شيء حنستعمل سوفت اوكر من ماك. اوكي، حنثبته بالترانسلوسنت باودر. بنفت كبرة وبرام 4. هلا عم بتحط باودر، شو اسمه هذا ماك اسبريسو. ماك اسبريسو. رح نستعمل المودرن رينيسانس من اناستازيا، كتير حلوين الوانها جايز، ما في خبركم. بيجي فيها كتير الوان وورم، وفي كتير اشياء كمان هيك عنابه، وهذا اورنج كمان كتير وورم حلو. ناخد هيدا البراش من ماك رقمه 231 بعتقد، مو محرقه. هي مثل بلندنج براش بس رفيعه. رح نرجع هلا ناخد اسمه ريلجر، كمان بدنا نحطه تحت اللون اللي حطيناه قبل، كمان على الكريس، ورح احطه شوي على زاوية العين من برا. هدى بتفضل تعمل العين قبل الفاونديشن. ليه؟ اذا هرهر شادو فهيك بننظف، يعني ضل الزيت فريش، ما برجع يهرهر شادو على الفاونديشن هيك. وتاني شغله بحب لما اعمل العيون لا انظف واخذ الشيب اللي بدي اياها انا عم احط الفاونديشن والكونسيلر. بريمافيرا وفيرمير هناخد هول لونين، هنا بيجي شمري فاتحين شوي، واحد بيجي اكتر على الجولد ضارب، والتاني بيجي شوي على بينك. هذا عم نبدأ على الجفن المتحرك. هيدا الاي شادو بهالطريقة كتير منيح للاشخاص اللي عيونهم قراب من بعض، بيساعد انه تبعدوا عيونهم عن بعض. يعني لما تحطوا فواتح من الانر كورنر وعلى مدمع العين بتبعدوا عيونكم عن بعض اذا كانوا كتير قراب. سايبرس امبر بيجي بني غامق، كتير غامق يعني، ومات. حاستعمل هذا الشمري كولر من اناستازيا، او حيلا لون فيه هيك لمعه خفيفه لحطها تحت الحاجب لضوي عظمه الحاجب. نحن خلصنا هيدي العين مثل ما شايفين. اكيد بعد في الفاونديشن كيش رح يتغير. حنكفي هالعين بعد في الايلاينر والرموش. هلا شو عم تعملي؟ بدي احط اي شادو بلاك فوق الايلاينر، بس لحتى ما يبين فيه تعرجات فوقات الجلد. رح نحط هلا سارة لاشز بالسوبر وومن اسمهم، من كأنه بيجوا طوال all the way، يعني مش من ورا، يعني أكتر شي طوال على النص، تقريبا كله نفس الطول. كتير حلوين وبيكبروا العين، بحس لأنه إذا كانوا رموش طوال عن الوسط بيفتحوا العين أكتر.
إذا كانوا طوال عن الآخر بيعملوها أكتر. صاروا بيعملوها أكتر لوزية، صح. هيك بيكبروا العين بوسعوها أكتر. وأنا عيوني صغار كبير. وين فينا نشتروهم لسارة لاشز؟ سارة لاشز في لها اكونت على الانستغرام، فترك لهم اياهم بالدسكربشن بوكس اذا هنترك بدكم. لكم الانستغرام تبع سارة لاشز اللي عندها هول اللاشز بالدسكربشن إذا حبيتوا تجيبوا شي لأنه كتير حلوين للرموش. ناتشورال. رشال عندها اويل سكين، فلازم على طول نستعمل مرطب يكون جل كتير، حتى بتحسيه خفيف وبتحسي حاطه مويسترايزر على وجهك. رح ارجع استعملها ناتشورال راديانس من ماك بريب اند برايم. هذا بيعطي شوي هيك جلو، هيك بتحسي فيه راديانس بالسكين. هلا للبورز رح استعمل ميك اب فور ايفر الستيب 1 سموثينج برايمر. هاتول هذا البرايمر بحطه على الجبين، على المنخار، وهون محل ما بيكون فيه بورز عادة. بتحب تخلط بالألوان هذا؟ بس يعني أكثر شيء هو الماك ستوديو فيكس. ماك ستوديو فيكس بالNC 35 و Inglot HT 76 رقمه 76 وحطينا كمان فاونديشن ابيض كرمال مفتح شوي. هيدا لايتنينج من ذا بودي شوب. ذا بودي شوب لايتنينج، فيكم تحطوه مع حيلا فاونديشن اذا بدكم تفتحوا له لونه. رح اخذ البوكينج براش مور فيه واعمل له بوك. منيحة عملوا رح استعمل كريولان تريو فونديشن، وحاستعمل هذا اللون الغامق اللي اعمل فيه كونتورينج، وحاستعمل شوي من اللون الفاتح اللي اعمل فيه هايلايت. اوكي هو مبين شو على الكاميرا احمر هو ايه لا هو منه احمر. هلا رشال عندها التكوين وجهها فيه يعني الخد، ومنا كتير بحاجه للكونتورينج، بس احنا بدنا نبرزهم شوي رح نعمل كونتورينج بالكريم. لحد شوي هون غامق لأبين الشفة مقلوبة أكتر، شوي الفرق ليبين بالجولاين أكتر. رشال مانا كتير عايزة بجبينها أنا نحط، بس فينا شوي صغيرة نحط هون. كمان امبارح كتير مهضوم على الفرق. انت هاي تبع سناب شات. قبل ما اسوي هايلايت رح احط كونسيلر من Urban Decay نيكد سكين. هذا اسمه لايت. هذا احلى شيد، لايت وورم. لايت وورم. انا بعمل هيك. لانه هيدي كتير حلوة نعملها عشان حلوة مبينة بعد اكثر. رح اعمل البلندنج للكونتورينج بماك براش ال 164. رح اعمل فرشاية اصغر بلندنج للكونتور. هلا نعمل للهايلايت، حنعمل بلندنج للهايلايت بالري تكنيك براش هي اسمها سكالبتنج براش، بس انا بحسها حلوه كمان حلوه لنعمل بلندنج لانه كثير مرة تحت. حعلمكم تip لو بدنا نحط الباودر على طول ننفض الزايد من الباودر بايدنا، بعدين بنحطه
طول هيك. هلا رشال لانه عندها شوي بورز ف رح نعمل هيك بريس ورول بريس ورول. رح استعمل هلا قلم الكحل من بورجوا. هو اخضر برقم 53 اسمه مورنينج تايم. هلا عم تعمل سمادجينج تحت العين بأي لون؟ رح استعمل هيدا اللون مع هيدا اللون. أول واحد استعملنا اللي ميل على أورنج. هيدا اللون مع هيدا اللون. هيدي الأوربن ديكاي فايس. رح اخد بس هيدا اللون الأخضر اللي فيها، رح احطه محل ما حطيت الكحلة. مطرح ما حطيت اللون الأخضر حيلا لون أخضر عندكم فيكم تحطوه يكون فيه شوي ليمون. رح استعمل هايلايت لمدمع العين من اوربن ديكاي نيكد. هيدا الومينيتد بستعملوه على الفيس وعلى الايز. هي بتعطي سحب العين. رح استعمل emphasize باودر من ماك تضوي شوي تحت العين. أنا وهدى قررنا إنه ما بنحب نعمل بيكنج. هذا شيء خطير نعترف فيه. إيه. حنعمل كونتورينج بالباودر بالهولا برونزر مع هذا البرش من مورفي رقمه 529 M529. بلشنا خط صغير. الهايلايتر رح استعمل سباركلينج داست من انجلوت ورح استعمل معه البرش من اناستازيا بيفرلي هيلز الهايلايتنج برش. وليبين شوي انتنس واقوى رح رش ماك فيكس بلس. للبلاش حاخلط لونين من ماك، هيدا اللون وهيدا اللون. هلا نترك اسمائهم بالديسكربشن بوكس، بس بتذكر انه هذا ستاي بريتي. قديش شطورة. فرجيك كيف طلعوا. رح استعمل ماسكارا من ويكون. يمكن ماسكارا لونها. ايه بس هلا شوفي البرش تبعتها كثير موضوعي حبيته حبيت لونها. حاستعمل ماسكارا من ويكون اسمها ستيب باي ستيب. ميلة بتجي البرش فاضية فيها وميلة بتجي معباية. ليب لاينر من 17 بالرقم 14. رح اتفوقوا هيدا اللون الفاتح من سموا رقمه 968. حبيت الميك اب كثير 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 حبيته. على فكره جايز بدي اقول لكم انه انا ولا مره حدا عمل لي ميك اب اجمالا، يعني انا بعمل ميك اب لحالي من انا وصغيره لهلا، بس النهار الواحد اللي عملت فيه ميك اب عند حدا هو نهار عرسه، وهلا ثاني مره هدى بتعمل لي ميك اب وكثير كثير كثير حبيتها. كثير كنت انترستد حتى اشوف كيف حدا بيقدر يعمل اصلا انت حتى شطوره يعني ما بتعذبي ابدا بالميك اب. كثير هنيه. ايه هنيه كثير. فكنت كثير حابه كيف حدا يقدر يرسم لي عيوني مثل ما انا بحب، وعن جد هدى كثير لقطت لي مطوط مثل ما انا بحب، فكثير حبيت شغلك. بليز جايز ما تنسوا تروحوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعونا، رح اترك لكم اللينك بالديسكربشن بار تحت، وكمان باخر فيديو حبين صورتها بتكبسوا عليها ببعتكم دغري على الشانل تبعها. رح ضروري كل فيديوهاتها عن جد تبسوا بتاعتيهم، والميك اب لوكس بتعملهم كمان بعقد عن جد. بليز دعموا للشانل، وانا بشوفكم المره الجاي. باي.